أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الحوار الخاص مع السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تونس. أستاذ راشد الغنوشي، أهلا بك ومساء الخير. كل الشكر جزيل لحضرتك على قبول هذه الدعوة. مرحبا. سؤالي الأول، ما الهدف من هذه الزيارة إلى فرنسا؟ أولا السلام عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. زرت فرنسا لتعريف بمشروع الثورة التونسية وما أنجزته هذه الثورة من إنجازات على صعيد الديمقراطية وحقوق الإنسان، على صعيد تأكيد العلاقة بين الإسلام وبين الديمقراطية. أزور هذا البلد لتوثيق العلاقات الاستراتيجية بين الضفتين، ضفتي المتوسط، وخاصة بين فرنسا وبين تونس. هناك علاقات تاريخية وعلاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية نريد تأكيدها. أزور هذا البلد للحوار مع النخبة الفرنسية، نخبة الفكر خاصة، الذين يهتمون بالإسلاميات وبالعلاقة مع ما يسمى الإسلام السياسي. أزور هذا البلد لمصافحة أكثر من نصف مليون تونسي يعيشون في هذا البلد، هم مواطنون نريد أن نتواصل معهم. نعم، آخر مؤشر إيجابي قادم من تونس هو اقتراح اللجنة العليا أو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في أكتوبر ونوفمبر المقبلين. ما تعليقك على هذا الأمر؟ هذا أمر منتظر وأمر جيد، ويدل على أن الثورة التونسية تمضي، البناء الديمقراطي في تونس يمضي في طريقه، بحيث بعد إقرار الدستور وبعد إقرار الهيئة الوطنية المستقلة وإقرار القانون الانتخابي اليوم يتحدد موعد الانتخابات. معنى ذلك أن قطار تونس يمضي كما هو مخطط له نحو التتويج بإجراء انتخابات حرة مستقلة يشارك فيها الجميع، تتوج تونس أول دولة عربية ديمقراطية تنهي مرحلة المؤقت وتضع تونس باعتبارها ديمقراطية مستقرة. نعم، الفصل في الانتخابات وأسبقية الانتخابات التشريعية على حساب الرئاسية، إلى حد أي حد يخدم مصلحة حركة النهضة من وجهة نظرك؟ هو المنطقي، هو الأمر المنطقي أنه نحن كما يقال نحط الجامع قبل ما نحط السجاد، بحيث البناء الديمقراطي يبدأ من تحت، يبدأ بالبرلمان اللي هو السلطة التشريعية، السلطة الأساسية في الديمقراطية، ولذلك شيء طبيعي أن نبدأ بالانتخابات البرلمانية. أصلا حتى لو بدأنا بداية غير منطقية، بدأنا بانتخابات رئاسية، سنجد أمامنا رئيسا منتخبا ينتظر الجهة التي سيقسم يؤدي أمامها اليمين حتى يصبح رئيسا فعليا. ولكن هل كانت حركة النهضة تخشى من تأثير نتائج الرئاسيات على نتائج التشريعيات؟ لا، البداية المنطقية هي هذه، إما أن تكون الانتخابات متزامنة، وهذا كان خيارنا في الحقيقة، لأن هذا يوفر طاقات وأوقات وأموال، ولكن لأنه شركائنا السياسيين لم يرتضوا بهذا، نحن تنازلنا وذهبنا إلى حل وسط، هو البداية بالانتخابات التشريعية. لم يكن هذا خيارنا الأساسي، وإنما صحيح. هذا خيار التوافق، ونحن دائما مع التوافق. وبالحديث عن التوافق، تبحثون عن توافق بشأن رئيس الجمهورية المقبل لتونس، ماذا عن هذه المبادرة؟ هو كذلك، هذا هدف المبادرة، هو البحث عن توافق. هذه المبادرة تدل على أنه نحن معنيون بالانتخابات الرئاسية، هذا موقع مهم جدا، يعني رمزية وحدة الأمة، وحدة البلد، فنحن معنيون بهذا. ولكن نحن عبرنا أيضا عن أن هذا المنصب لا ينبغي أن يكون ثمرة عملية انتخابية جامدة، يعني اللي يحصل على 51% يصبح رئيسا. نحتاج إلى تعزيز العملية الانتخابية، تعزيزها بعملية توافقية، حتى يكون هذا الرئيس لا يعبر عن تيارا فقط، وإنما يعبر عن أوسع توافق في البلد. نحن الآن داخلين في حوارات مع شركائنا السياسيين والاجتماعيين من أجل الوصول إلى هذا التوافق، إلى رئيس توافقي. وبالأمس القريب كانت النهضة ربما تتحدث عن مرشحها الخاص للانتخابات، لماذا غيرت موقفها من هذا الأمر؟ نحن دائما نتحدث عن حكم تشاركي، عن ديمقراطية تشاركية، عن ديمقراطية توافقية، مارسناها في إطار الترويكا
ونحن ظللنا باستمرار نؤكد أن تونس ما بعد الانتخابات أيضا في حاجة إلى حكومة وحدة وطنية، إلى حكومة توافقية ذات قاعدة واسعة. لا يكفي في العملية الانتقالية الديمقراطية، لا يكفي الحكم ليكون مستقرا أن يستند على أغلبية 51%. هذه الديمقراطية المستقرة. أما الديمقراطية الانتقالية الناشئة تحتاج إلى قاعدة انتخابية أوسع، 70 80 وأوسع من ذلك، وهذا ما نبحث عنه. ماذا إذا ما كان المرشح التوافقي هو السيد الباجي قايد السبسي رئيس حركة نداء تونس؟ هل ستدعمه حركة النهضة؟ نحن ما عندناش فيتو على حد، نحن عندنا مقاييس. نريد رئيس توافقي، نريد رئيس يحقق أهداف الثورة، نريد رئيس عنده عطف على المناطق الفقيرة، المناطق الضعيفة، لأنه هذا هدف أساسي من أهداف الثورة، تحقيق العدالة الاجتماعية. فنحن نريد رئيس ديمقراطي، رئيس توافقي، رئيس يحقق أهداف الثورة. سيد الباجي قايد السبسي ومعناش فيتو على أي حد. على أي حد. سيد الباجي قايد السبسي، هل ترى فيه أنت شخصيا رئيسا لتونس بكل صراحة؟ إذا تحقق حوله التوافق فهو رئيس تونس، ولذلك المسألة تعود إلى إلى المنتظم السياسي التونسي وإلى الناخب التونسي وإلى السيد الباجي نفسه. هل يقدر أن يحقق حول نفسه، يجمع حول شخصيته توافقا أو أوسع توافق، لأنه لا يمكن لأحد أن يحقق إجماع. ولكن إذا ما تحصل على نحن الرئيس بالنسبة لنا هو من ينجح في تحقيق أوسع توافق حوله. ستدعم حركة النهضة؟ سندعم أي شخصية تحقق أوسع توافق. هل ما زلت شخصيا غير معني بأي منصب سياسي؟ هو كذلك. ما السبب؟ لست معنيا. ما السبب؟ حتى أستطيع أن أقوم بالدور الذي أقوم به الآن، لأني لو دخلت في المنافسة لا أستطيع أن أقوم بهذا الدور التوافق الذي أقوم به. بأي برنامج سياسي ستخوض حركة النهضة الانتخابات العامة المقبلة؟ ببرنامج الثورة اللي هو مواصلة البناء الديمقراطي. نحن عندنا دستور عظيم الآن، ولكن هذا يحتاج إلى أن يصبح قوانين ويصبح سياسات ويصبح برامج، وهذا يحتاج إلى جهد بناء الديمقراطية في الواقع. نحتاج إلى الثورة جاءت من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. عندنا مستوى عال من البطالة ومناطق مفقرة، وهذا يحتاج إلى جهد، بحيث هذا برنامج. الجزء الرئيسي من برنامجنا في المستقبل هو تحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد، وإحياء ثقافة العمل وثقافة الجهد والقيام بالواجب، بديلا عن سيادة ثقافة الكسل وثقافة المطالبة بالحقوق وعدم القيام بالواجبات والمطلبية المشطة. نحن مطالبون جميعا، عمال ورؤوس أموال ونخب، مطالبون بجهد عظيم، بجهاد اقتصادي اجتماعي عظيم، حتى نخرج بلدنا من حالة الفقر ومن حالة اللا توازن جهوي الموجود الآن. وما هي حظوظ حركة النهضة في الانتخابات المقبلة؟ هل تعتقد في حظوظها الوافرة؟ والله بالنسبة لنا أهم من حظوظ النهضة هو حظوظ الديمقراطية، ولذلك هدفنا الأول نحن كيف تنجح الديمقراطية في تونس. بعد ذلك نتوقع أن النهضة سيكون حظها كبيرا، ولكن أهم من هذا هو أن يكون للديمقراطية حظ كبير في تونس. ولكن ثمة هدف معين على الحركة أن تحققه في هذه الانتخابات المقبلة، أليس كذلك؟ نحن في كل الأحوال مقرون، معتقدون، مستيقنون أن نجاح الديمقراطية وهدفنا الأكبر، وأن هذا يقتضي حكما تشاركيا وحكومة وحدة وطنية واسعة وتوزيع المناصب السيادية، فلا هيمنة. نحن ضد هيمنة طرف على الحياة السياسية، سواء كان إسلاميا أو غير إسلامي. نريد أن تتوزع السلطة على أوسع نطاق. وهل تخشى النهضة ردا على قولك أن تحكم بمفردها في تونس؟ النهضة لن تحكم بمفردها. يعني هل ثمة خشية من وراء ذلك؟ ممنوع منع. هذا ضد الديمقراطية التشاركية أو الديمقراطية الانتقالية، أن يحكم حزب واحد حتى ولو حصل على أغلبية. هذا من الناحية القانونية يمكن له أن يفعل ذلك، لكن من الناحية العملية سيتسبب في إفشال هذا المشروع. ونحن حريصون على أن تنجح الديمقراطية التونسية من خلال إقرار الحكم التشاركي التوافقي الواسع.
تجربة النهضة في الحكم هل أثرت سلبا على شعبيتها؟ لا أستطيع أن أنفي ذلك. الانتخابات هي التي ستكشف هذا الأمر. تقديري بأنه صورة النهضة في تحسن، ولكن اهتزت في وقت ما. بالتأكيد اهتزت في وقت ما، ككل حزب حاكم يحصل فيه نوع من التهرئة، نوع من التآكل، ولكن أحسب أن صورة النهضة في تحسن مستمر اليوم. ثمة جانب كبير أو جزء كبير من الشعب التونسي يحمل حركة النهضة مسؤولية تردي الوضع الأمني في البلاد والوضع الاقتصادي أيضا. هذا المناكفات أو المنافسات السياسية تقتضي هذا الاتهام. مثلا مش معارضة مردود عليه؟ مردود عليه بالتأكيد، لأن الوضع قبل أن تستلم النهضة لم يكن أحسن مما بعد ذلك. نسبة التنمية سنة 2011 قبل النهضة كانت تحت الصفر، 2 تحت الصفر، بينما خلال سنتين من حكم النهضة أصبحت التنمية تزيد عن 3% فوق الصفر. نسبة البطالة نقصت، لكن ظلت نسبة البطالة عالية، وظلت العدالة الاجتماعية منتقصة، والمناطق الفقيرة لم تحصل على المطلوب من التنمية. فنحن لا نقول حققنا المعجزات، ولكن نقول مهمة المرحلة حققناها. مهمة المرحلة كانت الوصول بالبلاد إلى إجراء انتخابات، ولذلك نحن مرحلتنا توجت بدستور، قرار دستور، وهيئة انتخابية مستقلة، وقانون انتخابي. وبالتالي يعني السيد علي العريض خرج من الباب الواسع، خرج بنجاح، وأهم نجاح هو أنه حمل قلما وقع به على دستور تونس. بعد الانتخابات هل يمكن أن تتحالف حركة النهضة مع التكتل والمؤتمر من جديد؟ ممكن نتحالف مع هذان حليفان محترمان، تحالفنا معهما ونحفظ لهما الود والعشرة، ونحن مستعدين نتحالف معهم في المستقبل، ولكن نريد تحالفا أوسع من ذلك. النهضة الآن تخلت كما هو معروف عن الحكم طواعية لصالح حكومة كفاءات غير مسيسة وغير حزبية. هل هي راضية على أداء هذه الحكومة في هذه الفترة التي مرت بتونس؟ نحن داعمون لهذه الحكومة، وسابق لأوان أن نحكم عليها بالفشل أو أن نحكم عليها بالنجاح. نقول حتى الآن لا تزال بشكل أو آخر تحاول أن تلتزم بخارطة الطريق. مهمة هذه الحكومة الأساسية هو أن تسير بالبلاد إلى المحطة الانتخابية، وهي تفعل ذلك. أما المهام الأخرى، مهام التنمية، فهذه لا يمكن أن تنهض بها حكومة سنة أو بضعة أشهر، وإنما تحتاج إلى وقت وجهد أطول من عمر حكومة قصيرة. وهل يمكن أن تدعم حركة النهضة بقاء السيد مهدي جمعة على رأس هذه الحكومة لاحقا؟ ممكن إذا حكومة السيد مهدي جمعة أو جزء منها، كل من يثبت النجاح أنه حقق لتونس نجاحا فحري أن يجدد له وليس أن يصرف. وعلى كل حال هذا ما يعنيش التخلي عن الديمقراطية، لأن الديمقراطية هي حكم الأحزاب، ونحن نطالب بديمقراطية يعني ديمقراطية الأحزاب وليس ديمقراطية التكنوقراط. التكنوقراط ينبغي أن يكونوا مساعدين ومنفذين للأحزاب. أنت مع حكومة مسيسة إذا؟ ولذلك أنا مع حكومة مسيسة. نحن في وضع استثنائي، قبلنا حكومة تكنوقراط في وضع استثنائي، لكن هؤلاء التكنوقراط، هؤلاء السادة الوزراء، كل من يثبت منهم كفاءة ستكون البلاد محتاجة إليه لا شك. في تنفيذ خارطة الطريق، هذه الحكومة توصلت إلى أن أمر القضاء بحل روابط حماية الثورة، والبعض الأصوات داخل هذه الروابط تتهم النهضة بالخوف وبالخيانة. ما تعليقك على هذا الأمر؟ هذه اتهامات عارية عن الصحة، لأنه ليست النهضة هي التي أصدرت هذا الحكم. الذي أصدر هذا الحكم هو القضاء. نحن في الديمقراطية لا يصبح مصائر الجمعيات ومصائر الأحزاب مرتبط بهذا الحزب أو بذاك، وإنما هذا حكم قضائي. الحكم القضائي يمكن أن يحكم بحل النهضة أو بحل أي حزب من الأحزاب الأخرى، فضلا عن حل جمعية من الجمعيات. وهذه الجمعية إذا كل من لا يعجبه حكم القضاء، هناك أدوات قضائية يستأنف هذا الحكم ويعترض عليه، ولم يقل القضاء كلمة نهائية في هذه الجمعيات يعني، وإنما أصدر حكما اعترض عليه، والمسألة بيد القضاء يعني وليس بيد النهضة.
بأننا نتحدث عن الإرهاب في مجمله في تونس، كيف ترقب تدهور الوضع في ليبيا المجاورة وأثره ذلك على تونس؟ نرقبه بانشغال شديد. تونس، التداخل بين البلدين، بين تونس وليبيا، تداخل مجتمعي وتداخل اقتصادي وثقافي شديد، ولذلك نحن منشغلون وعاملون على أن نسهم ولو بجهد مقل، أن نسهم في تخفيف التوتر في ليبيا وفي مساعدة الأطراف على الجلوس إلى طاولة حوار من أجل حل المشكلات، ليس بالعنف وليس بأدوات القمع، وإنما عن طريق الحوار كما حصل في تونس. هل يمكن أن تلعب تونس دورا في هذا الأمر؟ لا شك أن النموذج التونسي يتمتع بإشعاع كبير داخل ليبيا وإعجاب كبير بهذا النموذج، وبالتالي ليس هناك أي حساسية ليبية تجاه التونسيين بالذات، وبالتالي فالتونسيون يعني مؤهلون لأن يقوموا بدور مساعي صلحية في ليبيا، والأمر يبقى بيد الليبيين لا شك. ودت أن أسألك أيضا عن تعليقك على ما آلت إليه الأوضاع في مصر، مرسي سجينا والسيسي رئيسا، وفي آخر المعلومات حكم جديد بالإعدام على مرشد جماعة الأخوان في مصر محمد بديع اليوم. هذا مشهد من مشاهد الصراع في الوطن العربي بين تيار التحول الديمقراطي وبين تيارات الردة أو العودة إلى الماضي. هذا صراع. تقديرنا نحن مقتنعون تمام الاقتناع بأن الثورة التونسية أدخلت العالم العربي في عصر جديد، عصر الديمقراطية، وأن هناك محاولات للنكوص إلى الوراء، العودة إلى الحكم الفردي أو الديكتاتوري أو العسكري والإعلام الخشبي، ولكن نعتقد أن هذه الأصنام كلها سقطت. لم يعد ممكنا أن يحكم العالم العربي بحكم العسكر أو حكم الحزب الواحد أو الإعلام الخشبي أو الانتخابات 99.99. هذه محاولات طفولية للعودة إلى الماضي. تقديرنا أن تونس أدخلت المنطقة في عالم جديد، والمسألة مسألة وقت. هذا التحول سيتم في مصر، سيقتضي في مصر حجم معين من التضحيات وكمية من الوقت، وفي سوريا ربما زمن أطول وتضحيات أكبر، ولكن المنطقة كلها وضعت على سكة الديمقراطية. أشكرك جزيل الشكر السيد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة في تونس. كنت معنا في حوار فرانس 24. أنا تقديري مثل الثورة الفرنسية أدخلت أوروبا في عصر جديد. وجد الملوك أنفسهم بين أمرين، بين ملوك أطيح بهم وبين ملوك سلموا السلطة للشعب. هكذا حصل، هكذا فعلت الثورة التونسية إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر السيد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة في تونس. كنت معنا في حوار فرانس 24. كل الشكر جزيل لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة.